أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، موضوعنا لهذا اليوم سورة نجم. قرأنا عليكم تلاوة وهسه معاني الكلمات ونبدأ بالتفسير. والنجم إذا هوى، النجم إذا سقط. ما ضل صاحبكم، ما ضل محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الهدى. طبعا ما تكتبون محمد صاد، تكتبون صلى الله عليه وآله وسلم كتابة حتى تأخذون أجر إن شاء الله. وما غوى، وما اعتقد باطلا. وما ينطق عن الهوى، لا يأتي بالقول من نفسه بل كل قوله عن الله سبحانه وتعالى. إن هو إلا وحي يوحى، إنما ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا وحي من وحي الله سبحانه وتعالى يوحى إليه. شديد القوى وهو جبريل عليه السلام، ذو مرة ذو قوة فاستوى استقر دنا اقترب. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ببصره من صورة جبريل عليه السلام. أفتمارونه على ما يرى، أفتجادلونه أيها المشركون على ما رآه من صورة جبريل وعظمة الله. ولقد رآه نزلة أخرى، أي على صورته مرة أخرى، وذلك في سماء ليلة أسري به عند سدرة المنتهى، وهي شجرة نبق عن يمين العرش لا يتجاوزها أحد من الملائكة. عندها جنة المأوى، أي تأوى إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمتقين أولياء الله. سؤال الأول: بماذا يقسم الله سبحانه وتعالى وبماذا يقسم الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى يقسم بمخلوقاته والنجم والقمر وغيرها، أما الإنسان فلا يقسم إلا بالله تعالى لأنه خالقه. انتباه يا طلاب، لا يجوز الحلف والقسم إلا بالله. ما يصير تقول والكعبة، تمام، لكن يجوز أن تقول ورب الكعبة. ما يجوز أن تقول والكعبة، لكن يجوز تقول ورب الكعبة. وهكذا والنبي، لا يجوز أن تقول والنبي وراسك وعيونك وبراس أبويا، لا يجوز القسم إلا بالله وبأسمائه الحسنى، ورب البيت ورب الكعبة مثلا، وبالعزيز وبالرحمن وبالرحيم، هذه أسماء الله سبحانه وتعالى كلها يجوز أن تحلف به. ما المقصود بقوله صاحبكم؟ المقصود به هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. بماذا أقسم الله سبحانه وتعالى وعلى ما كان قسمه عز وجل؟ أقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم إذا سقط من مكانه ليرمي به الشياطين، وكان قسمه تأكيدا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هل كان ينطق الرسول صلى الله عليه وسلم عن الهوى؟ حاشاه، كلا، إن الذي كان ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو إليه ويعمله ما هو إلا وحي من الله سبحانه وتعالى يوحيه إليه. من هو شديد القوى؟ هو الملك جبريل عليه السلام الذي علم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. ما معنى السدرة وما الذي يوجد عندها؟ هي شجرة عظيمة تقع على اليمين عرش الله تعالى، وسميت سدرة المنتهى لانتهاء علوم الخلائق إليها. هاي موجودة في الجنة، شجرة عظيمة موجودة في الجنة.
ولا يتجاوزها أحد من الملائكة، وهي موجودة في الجنة التي تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء المتقين. سؤال: من أن أسر الله تعالى برسوله الكريم وإلى أين؟ أسر الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يعني من أين أسر الله تعالى برسول الكريم وإلى أين؟ أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما معنى الإسراء وما معنى المعراج؟ سؤال مهم، دائما نسمع بكلمة اليوم إسراء ومعراج وليلة إسراء ومعراج. إذن الإسراء معناه هو ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حيث صعد على دابة البراق وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد الأقصى. الإسراء معناه إذن من أرض إلى أرض، من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والإعراج من الأرض إلى السماوات، هذا هو المعنى. ثم عرج به إلى السماء فرأى ما فيها من الجنة والنار، وهي في 27 رجب. انتهى درسنا لهذا اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل عليكم امتحاناتكم الوزارية وأن يوفقكم لما يحب ويرضى. عندكم سؤال أو شيء اكتبوا لي في تعليقات وإن شاء الله أجاوب عليكم. اشتركوا في القناة يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. درسنا لهذا اليوم الإيمان بالرسل وبالكتب السماوية. أول شيء الإيمان بالرسل. من هم الرسل؟ طبعا الرسل هم أنبياء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أرسل أنبياءه إلى الناس كلهم جميعهم لديهم نفس الهدف، وهو أن يهدون الناس إلى طريق الحق والرشاد والإيمان، ويدعوننا إلى العقيدة الإسلامية. والرسل هم أنبياء الله تعالى أرسلهم إلى الناس ليهدوهم إلى طريق الحق والرشاد والإيمان، وهم جميعا رجال صادقون مصدقون أتقياء وأمناء، وإنهم بلغوا جميع ما أمرهم وأرسلهم الله به، لذا وجب علينا الإيمان بهم جميعا والإيمان بكتبهم التي أرسل الله تعالى معهم. إذن جميع الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى لازم نؤمن بهم جميعا، تمام؟ لأن جميعهم كان لديهم هدف واحد، وهو الدعوة إلى العقيدة الإسلامية الموحد إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. كيف يختار الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله وإلى ماذا يدعون؟ الله سبحانه وتعالى يختار من بين خلقه من هم أفضلهم خلقا وصلاحا ليجعلهم أنبياء ورسلا. وقد بعث الله تعالى في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. إلى ماذا يدعون؟ يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. كل الأنبياء والرسل يدعون إلى توحيد عبادة الله تعالى والإيمان به واتباع الحق وترك الباطل والكفر، جميع الأنبياء. ما معنى الرسل وهل يجب الإيمان بهم؟ الرسل هم أنبياء الله تعالى أرسلهم إلى الناس ليهدوهم إلى طريق الحق والرشاد والإيمان، وهم جميعا رجال صادقون مصدقون أتقياء وأمناء، وأنهم بلغوا جميع ما أمرهم وأرسلهم الله به، لذا وجب علينا الإيمان بهم جميعا والإيمان بكتبهم التي أرسلها الله تعالى معهم. ما المقصود بأولي العزم ومن هم؟ طبعا احنا لازم نحفظ أولي العزم من الأنبياء اللي منهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم ونوح. أولي العزم هم أهل الصبر والثبات على الإيمان من الرسل الذين تحملوا المشاق في تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى التي عهدها إليهم، فصبروا في دعوتهم إلى الله تعالى صبرا عظيما، ولم يثنهم عنها كل ما لاقوه من أذى أقوامهم وتكذيبهم. وأولي العزم هم نوح
عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. أثنى الله سبحانه وتعالى على أولي العزم، وضح ذلك. أثنى الله تعالى عليهم إذ أوصى محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر كما صبروا في مواجهة أذى الكفار، فقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. عدد 4 كتب سماوية وبين على أي من الأنبياء. أول شيء عندنا القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين عندنا الزبور على نبي الله داود، والتوراة على نبي الله موسى، والإنجيل على نبي الله عيسى. هل يجوز لنا أن نؤمن ببعض الأنبياء وفقط ولا نؤمن بغيرهم؟ ولماذا؟ كلا، بل يجب علينا الإيمان بهم جميعا، لا نفرق بين أحد منهم. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى بعثهم جميعهم. الله سبحانه وتعالى بعثهم لهدايتنا نحن البشر، يأمروننا بفعل الخير وترك الشر. سؤال أخير: ماذا يتضمن كتاب القرآن الكريم اللي هو كتاب الله المعجزة الخالدة التي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يتضمن أحكاما كثيرا ترشد الناس إلى تنظيم حياتهم، كأحكام الإيمان والأخلاق والعبادات والبيع والشراء والزواج والجهاد في سبيل الله. فالقرآن الكريم آخر الكتب السماوية التي أنزلت، لذا فهو كتاب شامل لكل شيء في هذه الحياة الدنيا والآخرة. ملخص الدرس يا طلاب إنه إحنا لازم نؤمن بجميع الأنبياء وبجميع الكتب السماوية التي نزلت الغير محرفة. إحنا لدينا القرآن الكريم، نزلت آخر الكتب، نسخت جميع الكتب التي قبلها. القرآن الكريم هو الكتاب المقدس الذي نؤمن به، وفيه كل الأحكام، ونؤمن بكل الأحكام التي فيها ونلتزم بها. فيجب علينا أن نلتزم بكل ما ورد فيه من أوامر شرعية في العقيدة والفقه. هذا هو درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة ليصلكم كل درس جديد إن شاء الله تعالى. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، طلاب صف السادس الابتدائي، اليوم عندنا درس مهم عن إتقان في العمل. أول شيء، إيش معنى الإتقان؟ الإتقان معناه أنه أنت تسوي شيء بدون تساهل أو بدون نقص. يعني تسوي مثلا أبوك طلب منك مثلا أنه أنت تروح تجيب له منقول مثلا بيبسي، سعر البيبسي ب500 دينار. رحت أنت على الدكان ورجعت وانطاك 1000 دينار، رجعت عليه انطيته البيبسي، قال لك وين 500؟ تقول ها والله ما أدري نسيت. راح همينة ترجع على أبو الدكان تقول له يابا وين 500؟ راح يقول والله انطيتك. ليش؟ لأن دائما يصير شوية سوء تفاهم. فأنت بهالحالة ما أتقنت عملك. ليش؟ لأن أنت المفروض من تشتري بيبسي ب500 ترجع تاخذ 500 من أبو الدكان، وترجع تروح لأبوك تقول له بابا اشتريت لك بيبسي، ومو بس بيبسي عادي حار، بيبسي بارد. شوف الإتقان في العمل، هم اختاريت له بيبسي بارد، وهم النوعية الزينة، وهم رجعت له القصور، ولا أقول لك وين الفلوس وين، وهم أنا أرجع وروح. هنا يسمى الإتقان في العمل. كذلك العمال
العامل من يشتغل بالبيت مثلا أبو الكهربائيات أو أبو الصحيات، إذا هو ما أتقن عمله راح يصير شورت بالبيت، راح يصير خلل أكيد، مو أكيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله امرأ عمل عملا صالحا فأتقنه. فإحنا لازم أي عمل نقوم به نتقن. إحنا عملنا هسه شنو؟ طلاب. الطالب لازم يرجع على البيت إيش عنده؟ واجبات، إيش عنده؟ دروس، إيش أخذ، إيش عنده؟ امتحان يوم الثاني، يكتب واجباته، يحضر دروسه، يحضر الامتحان. هذا واجبك أنت كطالب. فلازم نتقن العمل. رحم الله أي رحم أعز وأكرم الله سبحانه وتعالى عملا صالحا، عملا مفيدا، أتقنه أي أحكمه وأتمه لا نقص فيه. سؤال: على ماذا يحث الرسول صلى الله عليه وسلم وما فائدته؟ يحث الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين على العمل، وأن يكون هذا العمل صالحا ونافعا ينتفع به أفراد المجتمع، وأن يكون كاملا وتاما لا نقص فيه. كيف تنفع نفسك وبلدك وإذا أخلصت في دراستك؟ لأن الإخلاص في الدراسة يؤدي إلى إيش؟ إلى النجاح والتقدم وفائدة للبلد. ما دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يعمل عملا صالحا ونافعا للمجتمع؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرئ عمل عملا صالحا فأتقنه. ماذا يجب أن يكون العمل ولماذا؟ العمل واجب على كل فرد في المجتمع إذا كان قادرا عليه، ولا يجوز أن يتكاسل الفرد عن العمل لأن فيه منفعة له وللآخرين. هل يبارك الله تعالى في العامل المسيء في عمله ولماذا؟ كلا، إن الله سبحانه وتعالى لا يبارك العامل المسيء في الدنيا والآخرة، فهو يحاسبه حسابا عسيرا فيدخله نار جهنم. والعكس، إذا أنت عملت عملا متقنا الله سبحانه وتعالى سوف يكافئك بالجنة والرضا، وكذلك يبارك في المال الذي تأخذه من هذا العمل. ما أهم ما يشهد إليه الحديث؟ أولا، العمل واجب على كل مسلم قادر عليه. ثانيا، على العامل أن يتقن عمله من دون نقص أو عيب. ثالثا، العمل المتقن فيه منفعة للعامل والمجتمع على حد سواء. رابعا، يبارك الله تعالى في العمل المخلص، في العامل المخلص في عمله. هذا هو درس لهذا اليوم. فطلاب التزموا بالإخلاص في العمل، الإتقان في العمل. أي عمل تقوم به لا يكون نقص. خلي الواحد من يعتمد عليك تكون قد المسؤولية. واحد من يطلب منك شغلة تكملها تجيبها على أتم ما هي موجود. لا تشتغل أبدا نقص، ولا ترضى أنه ما تكمل شغلة. كمل الشغلة للأخير. ايش يطلب منك؟ كمله على وجه الإتقان. لازم تتقن عمل. حتى ورقة الإجابة في الامتحانات، يعني أنت إذا كنت طالب متقن راح تكتب اسمك والثلاثي، وراح تكتب الصف والشعبة والرقم الامتحاني، وترتب كل سؤال بصفحة بوحدها، وترتب خطك وخط حلو، وترتب الأجوبة. مو خالط الأجوبة كلها وما يفتهم الأستاذ سؤال الأول من السؤال الأخير. تكتب كل شيء بوضوح وسهل وسلس، وانت متقن عملك بالكامل. عدا انه انت طبعا درست دراسة كاملة مفيدة، جيت على الامتحان مو مثل اي طالب تدرس ورقتين من الصفحة وتجي على الامتحان ويا الله سبحانه وتعالى يريد منك عمل، وبعدين توكل عليه. سوف ان شاء الله يوفقكم لما يحبه ويرضاه. طبعا درسنا لهذا اليوم انتهى. ان شاء الله راح نبدأ بدرس جديد. درس القادم ان شاء الله راح يكون عن الصلح الحديبية بإذن الله تعالى. تابعوا القناة ليصلكم كل جديد، واشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذا عندكم أي سؤال اكتبوا في التعليقات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا من السيرة النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. أجد ما تسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه وسلم، إلا أنه راح تأخذ بأجر، ولأنه راح تكون أقرب منزلا من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
صلح الحديبية. أول شيء الرسول عليه الصلاة والسلام كان له المدينة المنورة هو القاعدة الأساسية للإسلام، هناك جيوش المسلمين، فقرر أن يذهب إلى أن يعتمر العمرة، يعني حتى يروح يعتمر في مكة المكرمة، المكة اللي هي بإيد المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام قرر أن يروح عمرة في السنة السادسة من الهجرة، وكان عددهم 1400 مسلم حاج معتمر يريدون يعتمرون في مكة اللي هي بيد المشركين. طبعا هنا المسلمين شوية صار عددهم كثير وصار عندهم جيش، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرر ذلك. عندما وصل إلى هنالك قريب من مكة علم المشركون بذلك وجهزوا جيش لقتال المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام غير الطريق إلى وادي الحديبية، وهناك اجتمع مع وفد من قريش حتى يسوون صلح أو يسوون معاهدة اسمها صلح الحديبية. ما صلح الحديبية وفي أي سنة وقع؟ الصلح هو الذي جرى في وادي الحديبية بين المشركين والمسلمين. ليش؟ لأن المشركين علموا بقوة المسلمين فقالوا نعمل معهم صلح. حدثت في السنة السادسة من الهجرة. لماذا ذهب المسلمون إلى الحديبية؟ عندما علم المشركون في مكة بمسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من قلنا راح يروح للعمرة، فاستعدوا لقتاله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم غير طريقه ونزل في مكان يسمى وادي الحديبية. كم كان عدد المسلمين في الحديبية؟ تقريبا كان عددهم 1400 مسلم. ما المعجزة التي حدثت في وادي الحديبية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هناك بالوادي ماكو ماي والمسلمين عطشانين، فهنا حدثت معجزة. كان في الوادي بئر جاف، هذا البئر ما بماي، فتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم وتمضمض فانفجر الماء في البئر، معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم وكرامة له، وشرب المسلمون من بعد ما أن أصابهم العطش من قلة الماء. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما اقترب من مكة؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بعث شخصا إلى قريش يخبرهم بأنه ما جاء للقتال، حتى يوضح لهم هو ليش أجا مع 1400 مسلم. قال ما جاء ولكن لأداء العمرة، وهو مستعد لتوقيع معاهدة صلح معهم إذا تركوا القتال ولم يعارضوا الدعوة الإسلامية. بعد ذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان حتى يتفاهم معهم، فحبسوه، فتأذى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعملهم السيء هذا، لأن ما يصير يحبسون الرسول اللي هو مرسل من قبل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم يتفاوض معهم، هم حبسوا عثمان عندهم. لماذا وافق المشركين على الصلح؟ لأنهم علموا بقوة المسلمين فوافقوا على الصلح وكتابة معاهدة بين الطرفين. ما بنود معاهدة صلح الحديبية؟ أشنو كان هذه شروط هذه المعاهدة؟ أولا أن يترك الطرفان الحرب بينهما 10 سنوات. خلال هذه 10 سنوات الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كلهم والمسلمين راح يدعون الناس إلى الإسلام من قبائل حول المدينة والقبائل القريبة من مكة، فيكثر عدد المسلمين، فكان هذا نصر للمسلمين. ثانيا وأنه من أراد أن يتحالف من قبائل العرب مع الرسول أو مع قريش فلا يعترض له أحد منهم. ثالثا من التجأ من المشركين إلى المسلمين يردونه إليهم، يعني أي واحد من المشركين أسلم وراح إلى المدينة الرسول عليه الصلاة والسلام لازم يرجعه، طبعا من المشركين داخل مكة. ومن التجأ من المسلمين إلى المشركين لا يردونه إليهم، أي واحد من المسلمين يرتد عن دينه يروح إلى المشركين لا يردونه إلى المسلمين، عادي يخلي ياخذوه، لأن هذا أصلا مرتد ترك دينه فهو ضعف للإسلام، فكان هذا أيضا نقطة لصالح المسلمين. أن يكون الإسلام ظاهرا في مكة لا يؤذي المشركين أحدا من المسلمين. هنا المسلمين اللي كانوا في مكة يخافون أن يظهرون الإسلام، بهذه المعاهدة صاروا ما يخافون ويعلنون دينهم وإسلامهم. أن يرجع المسلمون في هذا العام ويأتوا في العام القادم لأداء العمرة. المشركين قالوا يابا هذا العام ما نقبل تعتمرون، ارجعوا في العام القادم
فتم التوقيع المعاهدة. هل انتفع المسلمون من صلح الحديبية؟ نعم، إذ حقق للمسلمين نصرا فدخل الإسلام، ومن قلنا خلال 10 سنوات فدخل الإسلام الكثير، وقوي المسلمون في مكة، وتحالفت بعض القبائل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى حقن دماء المسلمين. نجي على معركة خيبر. معركة خيبر اللي هي خيبر قاعدة أو حصن لليهود في المدينة المنورة اللي كانوا يؤذون المسلمين. كان في المدينة المنورة مسلمين ويهود ومنافقين. اليهود والمنافقين ضد المسلمين. ما هي خيبر ومن سكنتها وأين تقع؟ وهي قرية قوية وغنية يحيط بها حصن، يعني يكون بها حصن خيبر، سور ضخم من الحجر لحمايتها، وفيها قوة عسكرية كبيرة من المقاتلين اليهود يهددون المسلمين بصورة مستمرة. دائما هذول اليهود اللي بهذا الحصن يهددون المسلمين، لأن عندهم حصن وما يخافون، فدائما كان لهم تهديد على المسلمين. تقع بجوار المدينة المنورة في منطقة جبلية. ماذا قرر الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن خيبر ولماذا؟ شعر الرسول صلى الله عليه وسلم بخطر اليهود على الإسلام، فقرر الرسول أن يحمي الإسلام والمدينة من هذا الخطر، وهو أن يفتح حصن خيبر. من هم أعداء الدولة الإسلامية في المدينة المنورة؟ قلنا هم اليهود والمشركين والمنافقين. المنافقين واليهود الموجودين في المدينة هم اليهود والمنافقون اللذان كانوا يتعاونون مع المشركين من خارج. هذول المنافقين كانوا يتعاونون مع المشركين اللي هم في مكة حتى يقاتلون المسلمين الموجودين في المدينة المنورة. هل تمكن المسلمون مباشرة من اقتحام خيبر والانتصار على اليهود؟ طبعا ما تمكنوا أول مرة. عندما توجهوا نحو الحصن لم يستطيعوا اقتحامها، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فشل المسلمون في اقتحام الخيبر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه كرار ليس بفرار. النبي عليه الصلاة والسلام راح ينطي الراية لرجل يفتح الله على أيديه حصن خيبر. لمن أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الراية لفتح خيبر وماذا قال له؟ أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الراية لعلي بن أبي طالب عليه السلام ليقود المعركة، وقال له: خذ هذه الراية فامضي بها حتى يفتح الله عليك. هل انتصر علي في هذه المعركة واقتحم الحصن؟ الجواب: عندما تسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الراية وقاد عددا من المسلمين فاقتحم حصون خيبر وفرق جيوش اليهود، وعاد هو ومن معه من المجاهدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق النصر للإسلام، وانتهت مقاومة اليهود العسكرية من هذا الحصن العسكري، فارتاح المسلمون وانتهى خطر اليهود عليهم. فتح مكة. بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سار بجيش لكي يفتح مكة الموطن الأول للإسلام ويحرر الكعبة المشرفة من أيدي المشركين. من أين كانت تأتي جيوش المشركين نحو المدينة؟ كانوا يأتون من مكة. لماذا انتهى صلح الحديبية قبل نهاية مدته، وماذا فعل المسلمون بعد ذلك؟ قلنا قبل شوية صلح الحديبية 10 سنوات، لكن انتهت قبل هذه 10 سنوات. ليش؟ الجواب: بسبب انتهاك قريش له ومخالفة العهد الذي بيننا وبين المشركين، إذ اعتدت على قبيلة خزاعة. هذه قبيلة خزاعة موجودة في مكة، هي تابعة للمسلمين، فالمعاهدة كانت تقول أنه قريش ما تتعدى على أي قبيلة، لكن قريش من اعتدت على خزاعة انتهى الصلح، والنبي عليه الصلاة والسلام قرر فتح مكة. فعد الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا من أصحابه مكونا من 10,000 مقاتل، وتوجه إلى مكة في السنة 8 للهجرة في شهر رمضان ليحررها من عبادة الأوثان ويقضي على الظلم والشرك والفساد. أين نزل المسلمون؟
وماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا؟ طبعا نزل جيش المسلمون حول مكة يسمى مكان في مر ظهران، حول مكة. فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشعلوا النيران ليلا لإدخال الرعب في نفوس المشركين وليستسلموا من غير قتال. هناك مر ظهران اللي هو حول مكة صحراء صارت كلها نار، كل واحد شعل نار، فخاف المشركين حتى يستسلمون للنبي عليه الصلاة والسلام. من الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحمل الراية وماذا كان يقول؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يأخذ الراية وينادي: اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمى الحرمة. وهكذا دخل جيش المسلمون إلى مكة فاتحا منتصرا من غير قتال. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة؟ أول ما يدخل مكة إيش راح يسوي؟ عندما دخل مكة وقف بباب الكعبة وخطب في الناس وقال: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. حطم الأصنام التي كانت في الكعبة وأمر بلال أن يصعد على سطح الكعبة ويؤذن. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة الذين حاربوه؟ قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء بعد أن عفى عنهم. انتهى درسنا لهذا اليوم، وإذا عندكم سؤال اكتبوا في التعليقات واشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا لهذا اليوم موضوع آفات اللسان. آفات اللسان أي معنى الغيبة والنميمة والكذب، هذا الذي يأخذ بصاحبه إلى النار. وإن كان اللسان ينطق بالحق والصدق والوضوح فسوف يأخذ بصاحبه إلى الجنة. آفات اللسان: من ذهب إلى صديقه وفي أي يوم وعلى ماذا اتفق؟ ذهب سعيد إلى بيت صديقه أحمد في يوم الجمعة قبل الظهر بنصف ساعة، واتفقا على أن يؤدى صلاة الجمعة في المسجد. ما آفات اللسان وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للسائل؟ طبعا آفات اللسان الكذب والسب والغيبة والنميمة، فيا طلاب ابتعدوا عنها، لأن هذه الأشياء سوف تسجل في ميزان سيئاتكم. حتى لو كان الكذب في المزح لا تكذب، أنت ما مجبور تكذب أبدا. والسب، حتى لو واحد يسبك لا ترد السب عليه، خلي أنت أحسن منه، خلي أنت تأخذ حسنات، لأن هذه الدنيا سوف تمضي. المهم أنه إنسان يأخذ حسنات حتى يكون آخرته آخرة جميلة، جنة عرضها السماوات والأرض. الغيبة شنو معناها؟ يعني أنه تتكلم بظهر الشخص، يعني هو إنسان ما هو موجود أنت تتكلم تقول هذا الإنسان ما هوش إنسان أو هكذا شيء، فهذه الغيبة ابتعدوا عنها. والنميمة يعني واحد ينقل الأخبار بنية الإفساد بين الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من إجاز سائل سأله: وهل كب الناس على وجوههم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني اللسان ممكن أن يدخلك الجنة وممكن أن يدخلك النار، فانتبه على ماذا تقول. هل يجوز لنا سب آلهة المشركين ولماذا؟ طبعا يا طلاب كلا لا يجوز لنا أن نسب آلهة المشركين. ليش؟ لأنهم سيسبون الله ربنا الكريم. من أنت تسب آلهتهم ما راح يسبون، فتكون السب في ذلك أنهم جاهلون ظالمون لا يحفظون شيء لحرمة ولا قداسة الإسلام. هل يؤاخذنا ربنا على ما نقوله بألسنتنا؟ اذكر حديث نبوي شريف عن ذلك. نعم يؤاخذ الله سبحانه وتعالى على كل كلمة نقوله، ويقود ذلك إلى النار، إذ كان قول اللسان لا يرضي الله كالسب، والذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالفسوق، فاعله بالفسوق، فقال: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. أيجوز سب غير المؤمنين؟ كلا لا يجوز، فحين نسب الفاسق سيسبك وستشيع العداوة والخصومة بين أفراد المجتمع. وقد نهانا الله تعالى في كتابه العزيز عن سب آلهة المشركين، قال: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كيف يسب الإنسان والديه؟ يسب الرجل أبا الرجل آخر فيسب أباه وأمه. يعني أنت من تحكي على واحد تقول له مثلا ابن هيجي، فهو راح يرد عليك أيضا يقول، فأنت خليت هو يحكي على أبوك بطريقة غير مباشرة. أي حين نسب أحدا فإنه يسب والدينا.
هناك قول للرسول صلى الله عليه وسلم في سب الوالدين، ما هو؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قيل: وكيف يسب والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه. ما هي الأخلاق الواجبة للتعامل مع الوالدين؟ الجواب: إن علينا أن نقول ونفعل الخير والمعروف للناس جميعا ليدعو لنا ولوالدينا بالرحمة. هذا كان درسنا لهذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في امتحاناتكم الوزارية ويسهل عليكم ويفتح على لسانكم وتجاوبون إن شاء الله جواب زين وتتخرجون من المرحلة الابتدائية وتدخلون المتوسطة، والله سبحانه وتعالى يوفقكم في كل مراحل حياتكم إن شاء الله. أهم شيء أنه تنوي أنه أن تتوفق، والله سبحانه وتعالى راح يعينك ويوفقك. وإذا عندكم سؤال أو شيء اكتبوه في التعليقات، إن شاء الله راح أجاوب عليكم، وأتمنى أنه فهمتوا الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.